السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أم العز وبناتها. كنرحب بجميع المتتبعين وكنشكركم كالعادة أحبائي على تشجيعاتكم وتعليقاتكم. اليوم جبتكم وصفة سريعة جدا اللي ممكن توجدوها في وقت وجيز. وصفة للعشاء للغداء، يعني في أي وقت غادي تحتاجوها. ممكن تعدلوا بها بوكاديوس لوليداتكم. الصراحة الوصفة سريعة وسهلة جدا. بالنسبة للمقادير عندنا ناخدو الخضر هنايا اخترت لكم فلفلة، فلافل، اختاروا الالوان اللي بغيتو، نتوما لكم حرية الاختيار. بالنسبة للخضر عندي بطاطا وعندي بصلة، وبطبيعة الحال من بعد غادي نزيد معاهم حتى مطيشة. هادو هما الخضر اللي غادي نستعمل في هاد الوجبة هادي، وغادي نستعمل معاهم كذلك الكفتة. هادي واحد الصينية كتجي غزالة مخلطة بالخضر والكفتة، وكندخلوها الفران الطيب يعني بلا ما كنقليو ما حتى شي حاجة، باش نتخليو شويش على الزيوت. والصراحة راها كتجي رائعة. هنايا قطعت هذيك الخضر كيف كتشوفوا معايا، قطعتهم شرائح، وهادو هما الخضر اللي استعملت. كيف كتشوفوا كاينه البطاطا، كاينه المطيشه والبصله والفلفله الخضراء والحمراء والصفراء. الصراحه راه هي ممتازه جدا وصحيه. ندوزو نشوفوا الكفته. بالنسبه للكفته خذوا القدر اللي نتوما غادي تحتاجوه حسب عدد الافراد، كل واحد يعمل القدر اللي بغا. ممكن تزيدوها حتى الدجاج، صراحه كتجي مزيونه. الكفته غادي نزيدوها واحد بصله محكوكه، كنعصروا لها الماء ديالها، ما تخليوهاش بالماء. هنايا عندي شويه الثومه والمعدنوس مدقوقين بالملحه. ممكن تقطعوهم قطريفات صغار، صراحه انا كيعجبني ما يبانوش. عندي معلقه ديال صغيره ديال الفلفله حمراء، ومعلقه صغيره ديال الكمون. غادي نعملو معلقه ديال الابزار حتى هي صغيره، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، وتوابل ديال شاورما د اللحم. صراحه كتجي غزاله لذيذه وبنينه. غنخلطوا هاد العناصر كامله مع بعضياتها. زيدناها شويش ديال الزيت، غادي نزيدو شويش د الزيت وغادي نخلطوا كلشي مع بعضياته. من الاحسن تخلطوها بيدكم وتجمعوها وخليوها ترتاح واحد شويه. من بعد غادي نحربلوها طويولين، ممكن تعملوها دوائر، ممكن تعملوها مسطحه، يعني نتوما اختاروا الشكل اللي بغيتو. المهم هي انكم تعملوا الكفيته. من بعد ما وجدنا الخضر والكفته، هنايا خديت هذا الاناء غادي نرش فيه شويه ديال الزيت البلديه، غير شويش ماشي بزاف، وغادي نبدا نستف الخضر كيف كتشوفوا معايا. الخضر اللي انا اختاريت كامله، ممكن تنوعوا الخضر. هاد الاكله صراحه ممكن تاكلوها هيدا، وممكن تخشيوها في البوكاديو ديالكم، ممكن تعملوها في الشاورما، ممكن تعملوها في الخبز ديال البانيني وتزيدوها الكيتشوب والمايونيز، يعني نتوما حرين. صراحه كتجي اكله صحيه وممتازه ولذيذه. كيف كتشوفوا الخضره هي كنستفوها، ومن بعد غادي نزيدو في الاخير غادي نعملو شويه الزيت، ضروري نزيدو شويه الزويته بلديه باش كتعاون هاد الخضره هادي تطيب. الصراحه ما غاديش نطيبوها لا بما لا والو، غادي نخليوها غير في الزويته، وداك الماء د الخضره هي كتطلق الخضره كتطلق الماء ديالها، ففيها غادي طيب في الفران، وان شاء الله غادي تجيكم الوصفه غزاله. من بعد غادي نزيدو لا التوابل. بالنسبه للتوابل اللي ممكن نستعملو هنايا عندي شويش ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه د السكينجبير، شويه د الكمون. اللي كتعجبو السودانيه يستعمل السودانيه حتى هو، راه كتجي بنينه. كل ما عملتو السودانيه كتجي مزيانه، انا ما استعملتهاش، لكم حريه الاختيار. وشويه الفلفله حمراء، وشويه العطريه د الشاورما حتى هما باش كيزيدو يعطيوها البنه. لا عندكم المطاخ حتى هو ممكن تستعملوه. يعني التوابل اللي استعملتوها كتجي بنينه في هذه الوصفه هذه. من بعد غادي نرشوا عليها شويه الزيت البلديه، وعاد نستفو الكفته.
الوصفة أصبحت جاهزة، يعني ما بقالنا غير أننا ندخلوها الفران. الفران ما تعملوش مجهد، مهم كاع ماكسيموم 200 درجة، وخليوها تطيب بالمحل، وإن شاء الله تجيكم محمرة ناشفة غزالة كتحمق. هذه كانت هي الوصفة ديالنا ديال اليوم، صراحة ممتازة جدا، كتشهي بالالوان ديالها، كتجي غزالة، غادي تعجبكم ان شاء الله وتعجب وليداتكم، وغادي يكون ساندويش ساهل وخفيف وظريف، ما غاديش ياخذ منكم بزاف ديال الوقت. وراه كتشوفوا معايا معلكة خاترة بداك المرقة ديال الخضرة، صراحة كتجي ممتازة، والبطاطا حتى هي راها كتجي رائعة في وسط هاد المرقة هادي. نتمنى تجربوا الوصفة وتعطيوني رأيكم في التعاليق إن شاء الله، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في وصفة أخرى من وصفات أم العز وبناتها.